عملنا مع بعض الفينو بكل تكاته وكل الحاجات اللي تخليه ناجح معانا. تعالوا الوقت نعمل مخبوزات جميلة جدا. السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في يوم جديد وفيديو جديد. وحشتوني طبعا من الفيديو اللي فات. زي ما انتم شايفين كده الفطاير الجميله دي هنعملها بطريقه سهله جدا وبسيطه، وان شاء الله مقاديرها كلها موجوده في قلب البيت، ومش هتكون مكلفه خالص. اول حاجه كده معانا يكون الدقيق بتاعنا، دقيق جميع الاستخدامات. ما يكونش دقيق سايب، يعني اهم حاجه يكون دقيق يعني ينفع للكحك وللبسكوت وللمخبوزات ولكل الحاجات دي. هيكون مكتوب عليه جميع الاغراض علشان طبعا يطلع لك عجينه هشه وتكون قطنيه كده زي ما احنا هنشوف. اول حاجه كده هحط معلقتين كبار ونص سكر بتعادل ربع كوبايه. طبعا لو انا هعمل النهارده مقادير نص كيلو من الدقيق، طبعا انت لو هتعملي اكتر تقدري تضاعفي المقادير. عادي مفيش اي مشكله. حطيت معلقتين كبار ونص سكر، وهحط معلقه خميره فوريه ممسوحه، وهحط معايا هستخدم معايا 3/4 كوبايه لبن و3/4 كوبايه ميه. هحط كده الميه الاول. طبعا احنا كل المواد السائله بتاعتنا لازم تكون دافيه علشان احنا الجو بدأ يبرد عشان الخميره بتاعتنا تتفاعل. ونتفادى طبعا ان احنا نحط الملح على الخميرة. نحط الخميرة الأول والسكر علشان بس ايه، الخميرة تدينا الفوليوم أو الفوم، ونعرف احنا هي نشطة ولا لأ. هنقلب بقى اللبن مع السكر مع الخميرة كده. طبعا مضرب بقى يدوي علشان بس ايه، الحاجات تتخلط معانا كويس مع بعضها كده. ومعايا كمان 3/4 كوباية مية كده. هسيبها 3/4 كوباية لبن كده، هسيبها نعجن منها كده واحنا شغالين. هقلب بقى المكونات دي كده كلها مع بعضها. يعني احنا يا جماعة محتاجين كوباية ونص لبن وكوباية و3/4 كوباية مية. تقدري طبعا تحطي 3/4 كوباية لبن وتكملي بقية العجن بالمية، مفيش أي مشكلة. معانا بقى بيضة. فصلنا البيض عن الصفار، هنسيب الصفار لحين استخدامه، وهنحط البياض في العجينة. طبعا البيض ايه لازمته في العجينة؟ اولا يعني عشان البياض علشان ما يترميش معانا. ادي حاجة. واول حاجة هو يعتبر محسن للعجينة بتاعتنا، فمفيش منه اي خسارة ان احنا نحطه، وبدي للعجينة من جوه طراوة وبديلها غناوة اكتر. فهنسيب ان شاء الله الصفار لحين استخدامه لدهان الوش، وهنحط البياض في العجينة. طبعا هيزيدها حلاوة، مش هيقلل من قيمتها اطلاقا. حطينا بقى طبعا الفانيليا. ادام حطينا بياض البيض هنحط فانيليا. او بصفة عامة المخبوزات دايما الفانيليا فيها البودر بتكون حلوة قوي. اي مخبوزات عامة مفيش اي مشكلة ان احنا نحط فيها فانيليا. معايا بقى كده ربع كوباية من الزبدة، وهكمل عليها زيت. يعني المعدل كله هيكون نص كوباية مادة دهنية. تقدري نص كوباية تكون كلها زيت او كلها زبدة. بس طبعا الزيت بيخلي العجينة كده خفيفة معانا، وهناخد الطعم الحلو من الزبدة. تمام. هنحط بقى كده كل حاجة معانا. طبعا انا سيحتها يعني نص تسيحة كده. وهسيب المادة الدهنية علشان نحطها في الآخر، عشان نسلك بيها ايدينا او نعجن يعني في الآخر بيها. نحط بقى كده نص الكمية بتاعتنا. هي نص كوباية مادة دهنية، هنحط نص الكمية. طبعا زي ما انا قلت البدايل، لو انت مفيش عندك لبن تقدري تعملي العجينة دي كلها بمية دافية، مفيش اي مشكلة. تمام. لو انت ما عندكيش زبدة طبعا تقدري تستغنى عنها، وهتحطي الزيت. عايزة تعمليها كلها بزبدة طبعا دي كلها حرية. فما توقفيش نفسك على حاجة، هي كل حاجة تمشي. تقدري تحطي نص 3/4 كوباية اللبن وتكملوا بقية العجين بمية. تمام، برضو مفيش اي مشكلة. هقلب بقى المكونات دي كده كلها مع بعضها. وهبدأ بقى ان انا احط الدقيق. طبعا الدقيق هنحتاج معاه رشة الملح. مش هنحط طبعا بيكنج باودر ولا اي حاجات من دي، لان احنا ادام العجينه بتاعتنا فيها خميره هنعتمد اعتماد كلي على على الخميره وعلى تفاعلها مع العجين. هحط بقى الدقيق. طبعا الدقيق ندخله مهما كان يعني مغلف زي ما بنقول في كل فيديو يتنخل احسن وافضل وهيدينا نتيجه احسن بكتير. هندخل بقى كده الدقيق. طبعا ده نص كيلو دقيق، تقدري طبعا تضاعفي الكميه مفيش اي مشكله. وتقدري طبعا تقللي المادة الدهنية. يعني انا نص الكوباية اللي انتوا شايفينها دي انا سبت منها كمان معلقتين كبار. ما احتجتهمش. فطبعا لو انت عايزة تقللي في المادة الدهنية دي كلها حرية. طبعا لما المادة الدهنية بتكون حلوة يعني شوية في العجين بتديني برضو نسبة حمار كويسة في الفرن. وبتحسيها برضو ايه يعني بتكون كده خفيفة كده وحلوة.
حطيت الاول شويه دقيق يعني، ورجعت ايه بحط تدريجيا كده علشان يعني ما احطش كله مره واحده. دايما نحط كده كل حاجه تدريجيا، ونعمل مقدار الميه الاول وبعدين نحط عليه الدقيق اللي احنا عايزينه. طبعا مش هقدر ما اقدرش احدد لك السوائل اللي انت هتحطيها في العجينه، لان الدقيق عن دقيق يختلف. في شركات كتير للدقيق، وفي دقيق بياخد ميه وفي دقيق ما بياخدش. فطبعا الميه دي او المواد السائله ديت على حسب الدقيق بتاعك. هبدأ ان انا بقى الم بايدي، وطبعا انا مش مستخدمه العجان، كل حاجه بايديا علشان كل حاجه كده نقولها مع بعض، ويبقى الموضوع سهل وخفيف وايه، وما يكونش معقد بالنسبه لكم. هعجن بقى كده كويس على البار. مجرد ما العجينة تتلم كده ونشيل العجينة في الدقيق كده، ونحس ان البولة بتاعتنا نضفت وبقت تمام، نشيل العجينة بقى ونعجنها على الرخامة بالطريقة المعتادة بتاعتي. طبعا لو العجينة تحسوها كده قاسية شوية، فلا هنزود بقى طبعا اللبن او المية تدريجيا. وطبعا لو عجنتيها بمية، لو انت مفيش عندك لبن هتقدري تعجنيها بمية، وهتحطي بس في الدقيق معلقتين 3 لبن بودر، هيديكي برضو نتيجة حلوة وهتبقى تمام والله وزي الفل. متوقفيش نفسك على حاجة، والوصفة أبسط من البساطة، وطريقة تشكيلها برضو بسيطة جدا، تبان ان هي فيها شوية حاجات كده بس هي بسيطة قوي. انا هحطها بقى على الرخامة علشان اعجن فيها. وطبعا طريقة العجن على الرخامة اسهل مما تتخيلوا، سهلة جدا عن ما تعجني في حلة او في كل الكلام ده. تحسوا بقى طبعا العجينة الاول منعفشة كده ومش حلوة ومش متظبطة خالص، وملمسها مش طري ومش ناعمة. طبعا كل ده مش نقص في المقادير. العجينة بتاعتنا عايزة عجن متواصل. وطبعا لو يعني بعد انت ما لفتيها كده بالدقيق، ممكن تسيبيها دقيقتين او 3 وتعملي حاجة وترجعي لها تاني. طبعا ده بربي الجلوتين في الدقيق او بربي عرق. بتبقى العجينة معاكي ما شاء الله، ولو باتت بره التلاجة يوم واتنين ما بتبرولش معاكي ولا بتلاقيها مفرفتة كده من جوه. طبعا لو هي معجونة صح او واخدة حقها في العجن، بتفضل يوم واتنين وتلاتة اكنك لسه عاملاها. هزود بقى لبن كل شوية، ده لبن على مية كمان، علشان طبعا احنا عارفين ان اللبن بيدي دسامة للعجينة. انما سبحان الله يعني لما بيكون في مية في العجينة بتديها ملمس حلو. شوفوا زي ما انتوا شايفين في تشققات كده. طبعا دي لسه برضو عايزة عجنة كمان. انا بقى يعني انا بحط حاجة بسيطة خالص من اللبن، وبعد احط الوقت كده لو انتوا فاكرين نص كوباية الزيت، هاخد بس منها كده ايه حتة زبدة صغيرة. وهبدأ ان انا اعملها في العجين كده، وابدأ ان انا اعجن. ما تستعجلوش يا جماعة، كل ما الحاجة اتعجنت كويس كل ما اديتك نتيجة يعني بجد هتبهرك. تعالوا نقول على البدايل تاني. لو انت ما عندكيش لبن، الفطاير دي تقدري تعمليها، هتعجنيها بمية وتحطي في الدقيق معلقتين لبن بودرة. ما توقفيش نفسك على الوصف، معلقتين لبن بودرة وتعجني بمية، والله هتديكي نتيجة ولا احلى من كده. تمام. والسكر موجود والزيت موجود. ولو ما فيش عندك زبدة طبعا تقدر تستغنى عن الزبدة ولا اي مشكلة. تحط زيت والعجينة هتطلع معاكي تمام وزي الفل. وطبعا احنا هنحشي النهاردة العجوة اللي احنا عاملينها سوا. يعني لو عندك كيس بلح كده تقدري ترجعي للفيديو بتاع العجوة وتشوفوه. طريقة ما فيش اسهل من كده، وهنعملها النهاردة مع بعض، وهنشوف قد ايه هي ناعمة وقد ايه هي طرية وحلوة. والله يا جماعة احسن من اللي بتيجي من بره بقى، ولا مرملة ولا فيها رملة ولا كل الكلام ده. طبعا نضيفة، البلح مغسول، احنا عارفين احنا عاملين كل حاجة كويس. فاعملوها ان شاء الله مش هتندموا ابدا. هعجن بقى. شوفوا العجينة مش يعني مش متساوية. طبعا الضرب اللي انا بضربه ده مش حاجة كده يعني ملهاش لازمة، ليها لازمة وبتربي عرق في العجينة. ولو انتوا عندكم رخامة يعني ما تستغنوش ابدا على الخطوة دي. ولو ما فيش رخامة، حطي العجينة على صينية واقعدي كده في ارضية المطبخ وعجني فيها، والله هتبقى زي الفل. تمام. هنقعد نعجن فيها. انا ما حبيتش افصل حتة العجن دي علشان بس تبقوا المراحل والخطوات كلها قدامكم، علشان لو في اي بنوتات كده بدأت تدخل المطبخ وعايزة تعمل معجنات طبعا والشتا داخل، ما تقلقش من اي حاجة. تمام.
زي ما انتوا شايفين. طبعا انا عجنتها، لو انتم ملاحظين ما عادش بقى في عجين في ايدي وهي سابت نفسها كده ونعمت شوية. فلما توصلوا للقوام ده تقدروا بقى ايه، تحطوها بقى للتخمير. هحط بقى كده برضو من شوية الزيت اللي فاضلين، ولسه والله يا جماعة كان فاضل زيت، هلمها بقى احطها على الجهة اللي انا لميتها عليها، وهعملها كده بالزيت وهغلفها بالاسترتش. تمام. طبعا انا عملت معاكم طريقة التخمير في المية السخنة. النهاردة بقى اسخن الفرن كده لمدة 5 دقايق، واقوم طافياه واسيبه بس يهوي سنة الحرارة، وارجع اقوم حاطة العجينة فيها واقوم قافلاه. هتخمر معانا، يعني مش هتاخد معانا يا جماعة ساعة، يعني هي كل الحكاية نص ساعة وهتلاقوها ما شاء الله زي ما انتم شايفينها كده. عجينة ناعمة وطرية وقوامها تحفة، كأنكم يعني بجد بجد بتعملوا ملبن مش عجين. هعملها بقى كده علشان ابدأ بس اقطع الكرات متساوية. هجيب بقى سكرابر او سكينة او ايدك طبعا، اللي يريحك في الشغل تقدري تشتغلي بيه. النص كيلو دقيق ده عمل لنا تقريبا كده 15 كرة او 15 فطيرة او 15 فيونكة، يعني زي ما احنا شفنا في اول الفيديو. طريقة التشكيل ولا اسهل من كده، بس الشكل في الاخر بيتكلم عن نفسه وجميل جدا وطري. وهفتحها لكم ان شاء الله برضو من جوه، وهتشوفوا قد ايه هي طرية وهشة و... ومش مكتومة ولا حاجة، مش مكتومة ابدا، وطرية كده وطعمها في منتهى الجمال. هبدأ بقى ان انا اكور الكمية دي كده كلها الاول، وبكون واخدة بالي من اللي انا هكوره الاول هو اللي انا اشتغل بيه، هو اللي انا ابدأ بيه في طريقة التشكيل. تمام. هكورها واحاول ان انا اعملها كويس. كورت بقى كله. اول حاجة بقى بدأت بقى في التشكيل هي اللي انا هبططها، ولا محتاجة مردانة ولا نشابة ولا محتاجة اي حاجة خالص، على الرخامة وبايدك كده. ومع ذلك لو حابة تستخدمي النشابة براحتك، واللي يريحك تشتغلي بيه. هعملها بقى دايرة، هعملها دايرة كده علشان تديني الشكل المظبوط. العجينة لو انتم ملاحظين طرية طرية يعني. طبعا لو انتوا عايزين طبعا تصغروا الفيونكات اكتر من اصغر من الحجم اللي انا عاملاه، طبعا دي كلها حرية شخصية. تقدري تصغريها، مفيش اي مشكلة تصغري التقطيع. العجوة اللي احنا عملناها وحطيتها في الفريزر، لما جيت استخدمها طلعتها على طول. شايفين اصلا شكلها عامل ازاي، جميلة جدا. طبعا لو انتي عاملاها بسمسم بقى دي تكون اجمل واجمل كمان، بس انا حبيت اعملها كده علشان انا كنت عامله العجوه يعني، وكنت عارفه ان انا هحشيها في الفطاير دي، فما حطيتش فيها سمسم. انما تقدري تعمليها قوالب زي دي كده وتحطيها في سمسم من فوق ومن تحت، وتعنيها في الفريزر، او ممكن تعمليها برضو وتفرزيها كده، ولما تكوني هتحطها في منين في قراقيش في اي حاجه تقدري تحطي عليها سمسم ولا اي مشكله. يعني الحاجات دي كده كلها في ايدينا. شايفين العجوة عاملة ازاي؟ ولا فيها فتل ولا مفتلة ولا كل الكلام اللي احنا بنشوفه ده. هي عجوة، يعني هي قوامها احلى من اللي بيجي من بره كمان. هشيل بقى الطرف التاني كده على الطرف اللي انا حطيت فيه العجوة، وهبدأ ان انا اقفل الحروف بايدي كده. هي طريقة سهل، يعني طريقة قفلها سهلة جدا، هي مش محتاجة حاجة، لان العجينة سلسة كده ومرنة معانا. اهو بصوا بقى، بعد ما عملتها كده اقوم عاملة دي كده. طريقة التشكيل سهلة جدا على فكرة. واقوم واخدة الطرفين تانيهم على بعض. تمام. بس الطرفين يعني الطرفين العجينة يلزقوا على بعض، علشان وقت التخمير ما تفكش معايا. ماشي. هبدأ بقى ان انا اقفل دي من ورا كويس جدا. إيه يا جماعة، اقفلوا يعني ركزوا على القفل، لان اللي انا مركزتش على قفلها قوي. انا برضه بقول لكم كل اللي قابلني عشان تطلع الحاجة تطلع معاكم مظبوطة وزي الفل. اللي مركزتش على قفله قوي وقت التخمير بيفتح مني. تمام. لان العجينه طبعا حلوه كده كده هنسيبها تخمر، فما شاء الله بتفتح، والفراغات اللي فيها طبعا يعني بتفتح معانا. فنقفل نراعي طريقه القفل كويس جدا. هعمل معاكم واحده كمان علشان ايه، تبقى برضو ايه، نبقى عملنا كذا واحده علشان الطريقه تثبت كده وتبقى تمام. احط بقى كده دي دايره كده. وهبدأ بقى ان انا ايه اجيب بقى قطعة من العجوة كده واحشي.
سبحان الله، يعني كمية العجوة اللي انا عملتها على قد ال15 فطيرة اللي احنا عملناها. يعني انا كنت مستخدمة، كنت عاملة البلح كيلو بلح صافي. عمل لي ال15 فطيرة دول. وانا كنت متوصية يعني بالعجوة قوي، طبعا البلح كله فايدة وعلشان تكون غنية كده من جوه. طبعا تقدروا ما تكونش عجوة، تقدروا تكون جبنة فيتا او جبنة براميلي اللي هي القديمة يعني الحادقة. يعني المتوفر، مش شرط عجوة ابدا. هبدأ بقى ان انا اقفل من الطروف كده. هقفل بقى من الطروف كده على بعضها. وهجيب السكينة بس امسح بس منها العجوة كده بالكيس، علشان ايه ما تعكليش العجينة من بره، علشان تكون يعني العجينة كده ايه مفيش عليها اي لحوس، علشان مع التسوية ما تتحرقش معانا ونقول هي مسودة وكل الكلام ده. واقسم كده واحاول الحتة اللي في النص دي نحاول نتخنها، علشان واحنا بنتنيها كده على الفيونكة. اللي هي الحتة المثلث اللي انا قطعتها دي نحاول نتخنها، علشان واحنا بنتنيها على الفيونكة بتاعتنا مت ايه مع التخمير ما تفكش او تتقطع مننا لما بتكون رقيقة، لان في واحدة كانت يعني التقطيعة بتاعتها مش عريضة شوية فاتقطعت. يعني انتوا لو انتم ملاحظين معانا بس مقفلها يعني مقفلها كده من ورا الفيونكة، هقول لكم وهوصف لكم بالظبط. بس عايزة اوصل لكم المعلومة علشان ايه يعني تحاولوا لو انتوا عملتوها التقطيعة ديت تكون مربعة، اللي هي اللي في النص ديت لما بتكون ما شاء الله تخينة كده او عريضة شوية مع التخمير ما بتفكش مننا. تمام. عملت معاكم بقى يعني كمية، هكمل بقى بقية الكمية لوحدي. انا شوفوا قلت لكم فردتهم كلهم مرة واحدة وظبطتهم كده، بس ايه الصينية الاولانية اللي انا عملتها معاكم خمرت ما شاء الله، خمرت بسرعة. الخميرة طبعا حلوة، والجو كان دافي يومها، ما كانش ساقع قوي. فعملت صفار البيضة اللي انا قلت لكم هنركنه الحين استخدامه، وحطيت عليه شوية لبن وشوية فانيليا. وهبدأ ان انا ادهن الفطاير بتاعتي. لو انتي مش حابة تدهني بيض تمام براحتك خالص، تقدري تدهني لبن. لو انتي مش حابة تدهني لبن تقدري تدهني سنة زيت بسيطة وسنة مية. لو انتي مش عايزة تدهني حاجة خالص والله هتبقى تمام وزي الفل. لو انتي في المرحلة دي عايزة تحطي سمسم كده على الفيونكة اللي في النص او حبة البركة، طبعا دي كلها حرية شخصية. انا ما حبيتش احط بصراحة سمسم، اكتفيت بحلاوة شكلها كده، هي مش محتاجة اي حاجة خالص. دايما الفطاير اللي بتكون فيها شوية شغل او لعب او الكلام ده يعني لما ما بتحطيش سمسم وحبة البركة بتحسيها ايه الى حد ما كده حلاوتها باينة زيادة. بس لو انت عايزة تحطي كده في الفيونكة اللي في النص دي تمام. شوفوا بقى زي ما انا قلت لكم التقطيعة اللي في النص دي لما بتكون عريضة بتبقى ايه مع التخمير ما بتفكش مننا ولا بتفتح. انما لما بيكون المثلث ده انت مقطعاه رفيع شوية من النص كده فمع التخمير الخميرة بتقوم قطع العجين تمام. يا رب اكون قدرت اوصل المعلومة، بس انا يعني ايه حاسة ان مش مش عارفة اوصلها اكتر من كده. شوفوا. ايوه اللي انا بقول لكم عليها لما بتكون رقيقة بتتقطع من النص كده زي ما انتم شايفين اللي هي في النص دي. انما لما بتكون ما شاء الله تخينة شوية ما بتتقطعش معانا. شوفوا الفطاير عاملة ازاي، انا بتك عليها على فكرة بترجع تاني زي الفينو بالظبط، بل طعم احسن. واحنا على فكرة حاطين زيت وحاطين زبدة، يعني العجينة مش هابطة. يعني احنا حاطين مكونات كتير دسمة وعجنين بلبن، فالعجينة المفروض يعني تكون تقيلة شوية، لا مش تقيلة خالص. ليه بقى؟ لان طريقة العجن صح. لان انتي اصلا لو عجنة عيش ومية وما عجنتيش صح بتلاقي العجينة معاكي مكتومة من جوه ومش حلوة وتقيلة وما بتتبلعش وفيها كل الحاجات دي وبتفرول في لحظة. فالعجينة علشان معجونة كويس ومحطوط فيها مقادير كتير، بس ما شاء الله. شوفوا يا جماعة والله زي السفنجة. وقعدت يومين وانا يعني انا عملتها وقعدت يومين كده ولما جيت اكلها والله اكنها لسه معمولة. شوفوا عاملة ازاي زي السفنجة من جوه. وشوفوا اصلا طريقة تسويتها من جوه مش عجين يا جماعة ابدا. شوفوا الفراغات اللي في العجين مش عجين، مستوية كويس جدا. طبعا هتحط في الفرن على درجة حرارة اعلى درجة حرارة 220، لان المخبوزات ما بتاخدش اي وقت خالص. شوفوا عاملة ازاي من جوه، والحشوة العجوة اصلا مالية الفطيرة. يا رب بقى الفيديو يكون يعجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة.